اللي هي متعلقه بالنظام الاساسي لمهن التربيه والتكوين. انا اللي يمكن ناكد لكم هو تنشتغلوا كل اسبوع، كاين لقاءات تقنيه لتتم بصفه منتظمه. راه هذه مراجعه ديال واحد النظام اساسي اللي هو موجود هذه 20 عام باش توضع. دونك غنراجعوه بواحد الطريقه اللي هي كامله، وهذا تيعني وحنا التزمنا باش تنزيل هذه المراجعه تم بطريقه اللي هي مع النقابات، ولهذا تيكون زعما كاين اجتماعات اللي هي منتظمه. حنا عندنا الهدف هو باش نكملوا هذه الاجتماعات ونخرجوا بالنتائج قبل شهر اخر شهر يوليوز، اخذا بعين الاعتبار بان الالتزام ديال الحكومه هو التطبيق ديال هذا النظام الاساسي الجديد الموحد يتم في الدخول في بدايه السنه الدراسيه المقبله، اي في سبتمبر. ثم هناك سؤال حول الجامعة الوطنية للتعليم. هي الجامعة بطبيعة الحال ملي تنكون نقاش الحوار الاجتماعي المنظم العادي هي طرف في هذا الحوار، ولكن اليوم هذه اللقاءات اللي تتم هي لتنزيل واحد الاتفاق اللي تم بداية يناير اللي يحدد مبادئ، وحنا تنشتغلوا على كيفاش هذه المبادئ غنترجموها للمراسم وقرارات. الترجمه ديال المبادئ الى مراسم وقرارات الا ما كناش متفقين على المبادئ، حيت ما وقعوش هذه الوثيقه. الاجتماعات انتم يمكن لكم تصوروا ديك الساعه كيفاش عمليا يمكن يتم واحد الاجتماع الا ما متفقش على المبادئ وحنا تنشتغلوا على التنزيل. لهذا حنا تنعتبروا هذه مرحله اللي تنشتغلوا مع كل النقابات اللي هي وقعت على هذا الاتفاق اللي في عمليه التنزيل. وهذا ما تيمنعش بطبيعه الحال بان الحوار الاجتماعي المنظم يمكن له يتم مع كل الاطراف اللي هي عندها تمثيليه في هذا القطاع. وشكرا.